السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا وسهلا بكم من جديد على قناة سوبر توجي أم بدر. النهاردة جاية لكم بموضوع يكاد يكون مهم. بقالي فترة عمالة أتفرج على الفيسبوك وعمالة أقلب، بيظهر لي فيديوهات لواحد اسمه إسلام ده بياع خضار، طالع بشكل كده ما تعرفوش. عارفين الإفيه بتاع يا واد يا بت، تعالى هنا يا واد يا بت؟ هو بالظبط كده. اسلام ده بياع خضار وقاعد في السوق بيبيع خضار زيه زي اي حد. فجأة وطلع علينا بعض الفيديوهات. بقالي بصراحة اكتر من اسبوع او اسبوعين بشوف الفيديوهات دي، سبحان الله عمالة تظهر لي وعمالة تقول لي ايه، بسرعة اتكلمي عني، اتكلمي عن الفيديو ده. فانا اقول لا، الفيديو ده ملوش اهمية ومحدش هياخد باله من الموضوع ده، حاجة زي كده. فجأة وسبحان الله ان طلع هذا الشخص ترند. طلع ترند ليه؟ وطلع ترند على اساس ايه؟ تعالوا نشوف اسلام مع بعض. مش انت اللي قلت 32؟ لا انا عندي 32 بس بيشوفني ما يجيش 25 سنه. فكر تتجوز؟ تبني حياتك وسط ليه؟ حياتي عايشها بيت وبشرب بشتغل واشقى كل حاجه بعملها الحمد لله. الجلابيه دي شرف ليا، هو ده مهنتي وانا قاعد قدامي، واي حاجه قدامي دي شرف ليا. عمري ما مديت ايدي لحد، وعمري ما خدت حاجه من حد، وعمري ما بيت حاجه حرام. اللي يقبل الحرام حسبي الله ونعم الوكيل فيه. كل اسلوبك انت ليك اسلوب مختلف، هو ده الاسلوب. هذه شخصيه اسلام، اسلوب اسلام، وحياه اسلام مش هتتغير. لا والله هيا هنا قول لي صباح الفل يا روح. اجيب كوبايه شاي نعناع حلو. قول لي يا اسلام، في حد بيحاول ان هو يتنمر عليك او متضايق لما انت بتتكلم باسلوبك وستايلك ده؟ اتضايقت عشان الفيديو الاولاني. لا انا بتكلم في العموم يعني. لا انا قصدي في اسلوبك مع الناس انت بتبيع وبتتكلم. لا عمري ما حد اتضايق مني. ما حد متضايق مني في حاجه. هو ده اسلام، هو ده طريقة اسلام. طبعا احنا عارفين ان ما يتشبه، لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال ومن الرجال بالنساء. تمام. هذا الشخص بنى حياته بنفسه وبيشتغل وبيصرف على نفسه، لكن طريقة كلامه وكل حركة بيعملها زي الستات بالظبط. المهم ان الشخص ده بيقول انا بنيت نفسي بنفسي ومحدش بيشتري لي جلابيه. يعني الست لما بتيجي تقعد بفرشه خضار بيتقال عليها دي ست قاعده في وسط الرجاله وست ب100 راجل، لكن في حقيقتها الشخصيه بتبقى جواها ست. انما راجل يقعد في السوق ويبيع زي الستات والرجاله التانيين عادي يعني، ويتقال عليه راجل ب100 ست؟ طب قولولي ازاي؟ الموضوع بقى اللي خلاني اطلع اتكلم عنه الشخص ده، اني لقيت فيديو برضو على هذه المنصة عن شيخ، والشيخ ده طالع بيدافع عن اسلوب اسلام. بيدافع عنه بيقول ايه؟ في بعض الرجالة بتكون متأثرة بأمهم، فعشان كده بيقلدوها بحياتها الشخصية وبيقلدوها بكلامها وبيعملوا وبيسووا. مجايز يكون إسلام ده عنده حالة نفسية. الناس اللي عمالة تتنمر عليه، الناس اللي عمالة تتكلم وبتقول عليه كلام وحش، الناس شيخ طالع وبيدافع عن إسلام بائع الخضار، وهو اسلام ده طالع ترند اليومين دول. طب انا عايزه افهم سؤال، يعني افهم يا جماعه، اشمعنى اسلام ده طالع في الايام اللي احنا فيها دي؟ ليه اسلام ده ما ظهرش الايام اللي فاتت؟ وليه شخصيه اسلام ده وما اعرفش اذا كان ده ولا دي بصراحه، ما حدش فاهم نوعه ايه بالظبط، يطلع في الايام اللي احنا فيها دي ويطلع بقى كل شويه اسلام بيبيع، اسلام رايحه مش عارفه فرح، المعلم اسلام مش عارفه ايه، وهي وميمي ومشيت مش عارفه ايه الستات، ويلبس لك شال مغطي صدره مش عارفه ايه وماشي. ايه ده؟ حد يقول لي الشيء ده ليه؟
انا واحده من الناس لما اجي اقلب على الفيسبوك والاقي فيديوهاته، واجي اقلب على المنصات التانية والاقي فيديوهاته، وفي كل حته فيديوهاته عمال يطلع زي بالظبط زي الحنفيه كده لما بتفتح الميه يطلع لي فيديوهات اسلام. ده صور اسلام وفيديوهات اسلام هذا الشخص بقت منتشره جدا. ليه مش حاسين ان الموضوع ده مدبر ان هذه الشخصية تطلع وتقول بكل فخر انها ما تعلمتش، وان ما حدش اداها جنيه، وان ما حدش صرف عليها، وان ما حدش عمل وسوى؟ هل ده انجاز؟ حد يقول لي ده انجاز ولا انا حقد عليه وغيرانه منه؟ طبعا ما انا لازم اكون غيرانه منه، ما هو اكيد ست زيي. ده انجاز؟ يعني هما لو مشوا شويه في السوق ولقوا واحد راجل كده محترم عنده شنب وراجل، واكيد الراجل ده عنده خلفيات وعنده مقاسي كتير جدا، ليه ما يصوروش معاه؟ ليه ما يشوفوش واحده ست غلبانه ويقعدوا يقولوا لها ايه ظروفك يا حاجه، وهتحكي لهم مقاسي وافلام ومسلسلات عن حياتها؟ ليه ما يصوروش معاها؟ ليه اسلام اللي شكله كده مش لا يوحي للرجال ولا يوحي للنساء ولا اساسا ليه اي شخصيه، ليه يطلع في الظروف اللي احنا فيها دي ويطلع ترند وكل الناس اللي تشوفه، واي حد عنده ميول هذا الشخص اكيد هتحب تقلده، ويطلع يقولك بلا انا مش متعلم، يبقى بلاها تعليم بقى ونقعد نبيع في السوق ونقلد الستات ونعمل اللي احنا عايزينه، وهنشتهر وهنبقى زي الفل وهنجيب شقة ملك وهنجيب عربية. ايه ده يا جماعة؟ انا عايزة افهم. يا اما انا اتجنن، لازم تتجننوا معايا ان هذه الشخصية لما تطلع ترند وكل الناس اللي تشوفها تبقى عايزة تقلدها، وتبص تلاقي الشباب عاملين لك فيونكة ومعرفش ايه ومسرحين شعرهم فازلين وعاملين 2 كيلو زيت ومثبت شعره وعمال من اللي رايح واللي جاي ولا كأنه واحدة ست شمال. ليه اسلام يطلع بهذه الكم الاعلامي عن اسلام راح، اسلام بتعمل ايه، اسلام بتبيع ايه، ازاي الناس بتحبك، الناس ليه؟ ايه هو الانجاز اللي الاسلام ده عمله في حياته وممكن اي حد يعمله في السوق؟ لو مشيتوا في السوق هتلاقوا شخصيات كتيرة جدا عندها افلام، عندها حكايات في حياتها. ممكن تلاقوا واحد قاعد وعمال يشتغل ويكح تراب ومربي دكاترة ومحامين ومهندسين في بيته، هو ده اللي انتوا تقفوا تصوروا معاه. مش واحد عمال يقولك انا ما اشتغلت ومحدش جاب لي طرف جلابيه. ايه الانجاز في كده؟ انا ما اتعلمتش وعلمت نفسي بنفسي، طب ايه الاعجاز في كده؟ بطلوا بقى عشان احنا خلاص بقت عقولنا تعبانه من كل حاجه. بطلوا حرام عليكم، ده مش اعلام، ده مش شو. كفايه عقول الناس تعبانه من كل حاجه. انا شكلي هتقلب راجل يمكن عشان اطلع ترند،